أنا ما عنديش رفاهية الانهيار. جملة بقينا بنسمعها من أمهات كتير ومن رجالة كتير في شغلهم، والانهيار ده عمره ما كان رفاهية أصلا ولا مرحلة ينفع الإنسان إنه يوصل لها. عادة الإنسان اللي بيوصل نفسه لمرحلة الانهيار أو زي ما بنسميها البيرن أوت أو إنه يكون محترق من حاجة، فأعصابه على طول تعبانة وفي حالة صعبة جدا طول الوقت، بيبقى حاجة من ثلاثة: يا إما في حاجة بيهرب منها أو حزن جواه فبيهرب منه بين إنه يحرق نفسه في الحاجة اللي بيعملها، يا إما هو إنسان مش مقتنع إنه يستحق الراحة، يا إما استمد قيمته الشخصية من الحاجة اللي بيحرق نفسه فيها. سواء أنا بموت نفسي عشان ولادي، أو حد بموت نفسي عشان شغلي. وبموت نفسي ده حاجة محتاجة أعملها، ولكن مش لدرجة إن أنا أكون محترق. من التعريفات القوية جدا للاكتئاب أو إن الإنسان يبقى depressed، كان جيم كاري مرة قالوا إن الإنسان في حالة deep rest. يعني إيه؟ يعني جسمه قعده بالعافية عشان يرتاح، وده للأسف اللي بيحصل آجلا أم عاجلا، إن جسمك هيقعدك ترتاح بالعافية سواء عضويا أو نفسيا. فمحتاجين نتعلم نرتاح قبل ما نتعب، ونتبسط قبل ما نكتئب نفسيا أو نرهق، عشان نكون ادينا نفسنا حقها.